الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. صحيح الدنيا امتحان. قال ربنا جل جلاله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فالدنيا امتحان، وامتحانات الدنيا كثيرة. امتحانات في المسار الدراسي من الابتدائي إلى الجامعي وما بعد الجامعة، وامتحانات في المجال التجاري الاقتصادي الاستثماري في جميع المجالات، امتحانات كثيرة. صح. حتى الحجاج اللي يديروا كما يقول القرآن في امتحان، يعني صحيح. هكذا الشيخ محمد. صحيح. يعني ينتظرون الجواب، ولعل حضور تلك الجلسات من أصعب الجلسات. صحيح. لأنك ترى الذين فازوا في القرعة كيف يفرحون، والذين ما عليهم شدة الفرح بالفرح والدموع أحيانا حاضرة. يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان. إذن فهي امتحان، ولكن سبحان الله شريعة الله عز وجل وضعت معالم في طريق الحياة. الإنسان إذا التزم هذه المعالم نسأل الله أن يكون من الفائزين. وعلى رأس هذه المعالم الثقة في الله عز وجل. واحد، الإنسان يثق في ربه جل جلاله. المعلم الثاني هو العمل بمقتضى شرع الله عز وجل بقدر الإمكان، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل جلاله في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. المعلم الثالث هو العمل، الجد. كذا المعالي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. هذا قول الشاعر وينطبق على جميع الحالات. من جد وجد ومن زرع حصد. هذه من الحكم والأمثال التي يعرفها الناس. من جد وجد ومن زرع حصد وحصد. كل من سار على الدرب وصل. وربنا قال في آية القرآن: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الأمر الرابع والخامس هو إدراك يعني سر الحياة. ربما بعض الناس أو الكثير من الناس لا يعلمون سر الحياة. قد عبر أحد الشعراء عن الحياة بقوله: وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. قال خير. ولكن الذي التزم بخط الشريعة في فهم الحياة قال: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فإذا زالت هذه الأجساد يعني وتدفن في التراب، ولكن الروح باقية. الروح باقية وهي مسؤولة أيضا تدخل في امتحان. يكفي أن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني يدفن شخص بحضرته ويقول: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أعتقد هذا امتحان أيضا صعب. ولو رجع الأمر إلينا لقلنا لا يمتحن الآن، يعني خليه يومين 3 أيام على الأقل يألف ذلك المكان ذلك القبر. كان واحد من الصالحين العارفين بالله قال: كان فكر غير في الليلة الأولى كيفاش نفوتها، لأنه بيوت الدنيا معروفة. يعني واحد ينتقل حتى من القيطون يعني إلى عمارة أو كذا، من عمارة إلى فيلا أو كذا، يعرف قليلا عن شؤون الحياة وعن عمران الحياة، ولكن لا أحد منا يعرف القبر كيف يكون، يعني كيف حاله. ما كان فيها لا كهرباء ولا مبرد ولا ماء بارد ولا ناس ولا أهل ولا أقارب، يعني مشكلة كبيرة جدا. لو رجع الأمر إلينا لقلنا: هذا المريض أو هذا الميت دعوه يألف ذلك القبر. كما قال الإمام علي يسند إليه هذا الكلام، يقول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذن هذا القبر واش يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. مش بعد ساعة وساعتين أو يوم يومين، فإنه الآن يسأل. هذا إذن امتحان. ثم تذكر قوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثمثين دونيث أكا يجعل ربي سبحانه وتعالى الامتحانات دونيث ثرنت، ولكن يوها ربي بنادم هذا يخدمش وزدينا ربي سبحانه ان شاء الله. هذه كيما يسوج ديما يسديه كي عاوين باش هذا ينجح وهذا يربح. هذه الامتحانات الدونيث
والامتحان مقران ذي امتحان الاخر ما يربح وين ذربح لفظه، خاطر امتحانات الدنيا مؤقته ونجاحاتها مؤقته وزائله، ولكن النجاح في الآخرة في الامتحان تاع الآخرة ذلك الفوز العظيم. نسأل الله أن نفوز جميعا في الآخرة وفي الدنيا أيضا.